ياك مرات الرئيس ديال فرنسا طلعت راجل، ياك ختنا دابا شنو غادي نقولوا ليه؟ ختنا ولا خونا؟ ختنا ولا خونا راه متحول جنسي. بريجيت ماكرون راجل، وهذه هي الاخبار اللي دايره في الصحف الفرنسيه. سي ماكرون قلبتي على الملك والمغرب وليتي طالب غير التعادل دابا، والبارح حكمتي على الصحفيين اللي كانوا كيبتزوا الملك. كيف انت والمخابرات ديال بلادك كتلعبوا العاب قذره؟ اليقظه ديال المخابرات المغربيه تحركات بسرعه وصيدات فرنسا. سي ماكرون السياسه ديال الجوايط راه ما كتنفعش مع الملك، ويعاقبك يعاقبك. ودابا نرجعوا للزوج ديالك السي ماكرون. خرجات اشهر اذاعه في فرنسا وحققات في هذا الموضوع، وقالت على ان بريجيت ماكرون انسان متحول جنسيا، وقالت على ان الاسم ديالو هو جون ميشيل ترونيو وماشي بريجيت ماكرون. تخيلوا معايا، كاين الموضوع ديال سعد المجرد والموضوع ديال اشرف حكيمي، وغادي يجي من موراهم الموضوع ديال مرات الرئيس ديال فرنسا. شكون هي الجهه اللي خرجات على ان مرات ماكرون متحول جنسي وبالضبط في هذا الوقت؟ فاش قلت لكم على ان جون ميشيل ترونيو هو السميه ديال بريجيت ماكرون، كاملين تخيلتوا على ان هذاك الاسم ديالها قبل ما تولي مرأة، ولكن جون ميشيل ترونيو في الاصل ماشي هو بريجيت ماكرون. جون ميشيل ترونيو هو خو بريجيت ماكرون، وانا غادي نزيد نشرح لكم اكثر. واحد الصحفيه فرنسيه سميتها ناتاشا غي بحثات في هذه القضيه وجابت دلائل كتبين على ان مرت الرئيس ديال ماكرون هي في الاصل راجل وماشي مرأة. بيناتنا منين غادي تجيب الدلائل؟ يعني هذيك ضربه مخابراتيه. الصحفيه جبدت الاسم ديال خو بريجيت جون ميشيل ترونيو اللي من شحال هادي هو مقطوع للحس وما كيبانش في الرادار. لحد الان كلشي واضح ومفهوم، ولكن الصدمه الكبرى هي ان جون ميشيل ترونيو ماشي خو بريجيت. جون ميشيل ترونيو اصلا هو بريجيت. En effet, Jean-Michel Trogneux a totalement disparu des radars. Cette théorie du complot complètement folle affirme que Brigitte Macron serait en réalité Jean-Michel Trogneux. ومن الوثائق السريه اللي عند ناتاشا هو ان من نهار بانت بريجيت ما عاودناش شفنا جون ميشيل ولا سمعنا ليه شي اخبار. واللي كثر من هادشي الصحفيه اعتمدت على التطابق المخيف بين جون ميشيل فاش كان صغير وبريجيت ماكرون دابا، بحكم ان الانسان فاش كيكبر الملامح ديال الوجه ما كتبدلش كامله. وحتى فاش قلبوا على التصاور ديال بريجيت وهي صغيره ما لقاو حتى شي تصويره. التصاور اللي لقاو ما كيشبهوش ليها نهائيا. الصحفيه لعبات على واحد النقطه اخرى واللي هي الزوج السابق ديال بريجيت، واللي الاسم ديالو اندري لويس اوزيير، اللي مات بسبب المعاناه ديالو الطويله مع المرض في عام 2019. الصحفيه قالت باللي المعلومات اللي معروفين على العلاقه ديالهم بجوج ما كافيينش وما واضحينش، وباللي الحاجه الوحيده اللي قدروا يعرفوا هي انهم تزوجوا في عام 1974، ومن بعد غادي يكون عندهم 3 الاولاد اللي هما سيباستيان لورانس وتيفان. ومن مور عام على الطلاق ديالهم في 2006 بريجيت غادا تتزوج بالبيبي ديالو اللي هو التلميذ ايمانويل ماكرون في عام 2007. بالنسبه لنا حنا كناس عاديين هاد المعلومات غادي يمروا علينا مرور الكرام، ولكن الصحفيه شدت داكشي وحللاتو مزيان. بطبيعه الحال ماشي حللاتو، الوثائق اللي عطاوه فيهم كلشي. الصحفيه قالت باللي ما كاينه حتى شي تصويره كتبين على ان بريجيت كانت حامل. وفاش حاولوا يقلبوا على معلومات خاصه براجلها اللي مات لقاو على انه تزاد في مستعمره فرنسيه اللي هي الجزائر، وعقد الازدياد هو الاخر ما عندوش. تيكون عندهم هما بعد عقد الازدياد غادي يكون عنده هو بعد. وحنا كنقولوا شنو هاد الحب ما بين بريجيت وماكرون الجزائر؟ دابا عاد فهمت علاش. المهم الخبار في راسكم الخوت. بريجيت بحكم على انها مرات الرئيس ديال فرنسا خرجت في واحد الاذاعه فرنسيه كتدافع فيها على راسها. طبيعه الحال من حقها، لان القضاء مستقل ونزيه في فرنسا. منين كنقول مستقل ونزيه نتوما راكم فهمتوني شنو بغيت نقصد. ما علينا، بريجيت ما غاداش تسكت على هاد الانتقادات بحكم انها مرات الرئيس ديال فرنسا، وغادا تخرج باش تلعب الدور ديال الضحيه في واحد البرنامج فرنسي، وقالت فيه باللي انا نفس الجهه 4 سنين وهي كتهاجم فيا. Alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je suis pas audible. وهي اعتبرت ديك الجهه على اساس انهم اعداء النجاح، وباللي كيحاولوا يشوهوا السمعه ديالها وديال راجلها باي طريقه، وباللي فوق من هذا الشيء كيقللوا الاحترام ديالها ديال والديها وديال العائله ديالها، حيت ردوها هي خوها، وهذا بالنسبه لها تلاعب في شجره العائله. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. اولا السيده ولا السيد ماكرون شكون هما اعداء النجاح؟ وعلى اين نجاح كدويو اصلا؟ عطيني حاجه وحده درتيها في حياتك زوينه. ياك من نهار جيتي انت وراجلك وانتوما كتحاربوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وكتهينوا في المسلمين وكتخرجوا عليهم لي كاريكاتور في اطار بما كتسميوه حريه التعبير. كاملين كتسالوا كيفاش موضوع بحال هذا ما دارش ضجه. خاصكم تعرفوا على ان اغلب القنوات الاوروبيه اللي كيسيروهم واللي مسؤولين عليهم متحولين جنسيين، والموضوع تعرض على 3 من اكبر الاذاعات في فرنسا ورفضوه.
تشوه. ما عندكمش مشكل تشوه السمعه ديال الملك وسعد المجرد واشرف حكيم، ولكن ملي شي حاجه كتقيس السمعه ديال الرئاسه الفرنسيه كتجمعوا وكتطويو. فين هي حريه التعبير اللي كدويو عليها؟ الناس اللي ساكنين في فرنسا كلهم عارفين على ان ماكرون مشى للمدرسه ديال الدراري الصغار وقال لهم باللي البنت الا بغات تزوج بنت ما عندهاش مشكل، والراجل الا بغى يتزوج براجل ما عندوش مشكل. بغيت غير نعرف كيفاش كتشرح هادشي للدراري الصغار عندهم ما بين 8 سنين حتى 12 عام، كيفاش غادي تكون النفسيه ديالهم وكيفاش غادي يتقبلوا هاد المعلومات. في التناقض واضح كيفاش رئيس تدعم المثليه والشذوذ الجنسي كيدخل في قضيه بحال هذه وما خلاش الصحافه الفرنسيه تهضر على التحول الجنسي ديال مراتو. ياك فرنسا والبرلمان الاوروبي داروا حمله على المغرب وقالوا فيها باللي المغرب ما فيهش حريه التعبير وحقوق الانسان وديك الهضره الخاويه. كيفاش زعما عليكم نتوما حلال وعلينا حنا حرام؟ ماكرون بريجيت قدروا على انهم يغبروا هذا الموضوع ويسدوه في اقل من 5 ايام ونص. ماشي انا اللي قلت، بريجيت ماكرون هي اللي قالتها. J'ai mis 5-6 jours pour faire disparaître Moi, des j'ai mis informations. 5 jours et demi pour... 5-6 jours, vous, oui, Madame 5 Macron. jours et demi, je crois. J'ai mis... Alors, vous imaginez, avec un avocat qui est rompu à l'exercice. وقالت بانه وظفات اشهر محامي في هذه القضايا، وقالت على انه محامي متمرس وخبير في قضايا الاغتصاب والاتهامات بالشذوذ الجنسي. ولا لا بريجيت هذا المحامي هذا علاش ما عطيتوش لسعد المجرد ولا اشرف حكيمي؟ هذا المحامي كدار على قبل مرض الرئيس. دابا انت جبتي محامي اللي يبين البراءه ديالك واللي ضعيف، شكون اللي يبين ليه البراءه ديالو؟ الصحفيه اللي كنتي دايره مع داك الانترفيو قمعاتك وبردات لي قلبي وقالت لك باللي انت وظفتي داك المحامي باش يقمع حريه التعبير ديال ناتاشا غاي. الغلط اللي كديروا هو انكم كتصوبوا قانون ديال حريه التعبير ما كتطبقوش على راسكم وكتطبقوه على من بغيتو. نرجعوا نتكلموا دابا على الخطر اللي كيهدد الصحفيه ناتاشا غاي والجريده اللي كتخدم فيها. هاد الصحفيه غادا دير لايف في يوتيوب ديال 4 سوايع كتقول فيه بان هاد النوع ديال الجرائد ما مسموحش فيهم يعبروا على الراي ديالهم حيتاش ما كينتميوش للرئاسه الفرنسيه، وباللي هي متاكده وعندها دليل كيبين على ان بريجيت دارت عمليه جراحيه باش تولي مرأة. On voit bien que, bon, on voit bien que, enfin pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré. Hein. Je suis même sûre que il y a eu opération. وباللي الحياه ديالها كامله مفبركه، وباللي الزواج ديالها مع راجلها السابق كامل كذوب. واللي كثر من هادشي الصحفيه مشات بعيد وقالت باللي ولاد بريجيت ماكرون ماشي ولادها، وحتى من الناس اللي كانوا كيبانوا معاها في التصاور ماشي عائلتها. وقالت باللي القضيه ديال التحول الجنسي ديال بريجيت ماكرون درستها مع خبراء ولقاو باللي الوثائق ديال بريجيت اللي كتهضر على السن ديالها والتعديلات اللي كيتداروا للثوره وحتى من الطريقه اللي كتمشى بها اللي كتشبه للرجال كتاكد على ان مرات ماكرون متحول جنسي. فاش صيفطوا طلب رسمي باش يحققوا في هذه القضيه جاهم الرفض، وكثر من هذا الشيء جاتهم عده تهديدات، وواحده من هذه التهديدات على انهم الا كملوا في التحقيق غادا ترفع عليهم دعوه قضائيه. هذا دليل واضح على ان ناتاشا غاي عندها الحق، حيث كون كانت بريجيت فعلا ماشي متحول جنسي ما كانتش غادا تخاف من التحقيقات. كيف ما كيقول المثل ما ديرش ما تخافش. غندوز لكم واحد الصحفي فرنسي دار بحوثات على بريجيت وحاول يقلب فيها على شي تصويره ديال بريجيت وهي صغيره في الجامعه وما لقى حتى شي تصويره بحال هكا. الحاجه الوحيده اللي لقى هي التصويره ديال جون ميشيل وهو في واحد التجمع ديال الاطفال اللي عندهم ميولات جنسيه، والمؤسس ديالها هو باستور جوزيف دوسي واللي مات مقتول في 1990 بسبب البيدوفيليا ديالو. L'histoire vient se mêler à une autre affaire française bien réelle, celle du pasteur Joseph Doucet, assassiné en 1990, ouvertement homosexuel, soupçonné d'animer un réseau pédophile. Il accueillait dans son centre du Christ libérateur des personnes issues des minorités sexuelles. الهدف ديالو كان هو التنسيق بين الرجاله والعيالات الكبار اللي عندهم ميولات جنسيه تجاه الاطفال. الجلسه اللي كان داير جون ميشيل في ديك التصويره كتشبه 100% الجلسه اللي كدير مرات الرئيس الفرنسي. Même son attitude rappellerait la posture de la femme du président lorsqu'elle est assise. خاصكم تعرفوا على ان فرنسا كيهمها غير الفلوس، واللي عطاك شر واللي ما كيتشوهش. السعد المجرد مشى عندكم لفرنسا على اساس ان القضاء ديالكم نزيه ومستقل، حكمتوا عليه ب6 سنين وما عندكم حتى شي دليل عليه، ومن فوق هادشي ما بغيتوش تصنتوا حتى الاقوال ديالو. تبعدوا منا نبعدوا منكم، والملك واخا ما عرفت شنو ديروا ليه ما عمرو غادي يحبس المشاريع في لافريك. ودير في بالك السي ماكرون ان داكشي اللي كنتي خايف منه هو اللي غادي يطرا، والسبع راه هو اللي مصيب قانون الغابه. المغرب راه غادي في المشاريع ديالو في افريقيا وما غادي تقدر توقفها لا انت لا غيرك. ماكرون انا كنقولها لك من هنا قريب غادي تعترف بالصحراء المغربيه وقريب غادي تطلق صلاح سعد المجرد. وعقلوا الخوش على هاد الهضره اللي قلت. تعنتوا دول كبر منكم وفي الاخر حضروا الراس. راه قال لكم استاذ منار السليمي طريق الكبرانات كحله، واش يا ماكرون ترجل معانا وما يخصكش يا خير. I played